اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال وأحسن صحة. وجيت لكم بفيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة حصري، يمكن كتير ما يعرفوش المعلومة اللي أنا هقولها النهاردة في الفيديو. وبمعنى أصح مفيش فيديوهات اتعملت عن الموضوع ده، أو يمكن اتعمل حاجات قليلة جدا. فعايزه اقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الكل عشان كل فيديوهاتي توصل لكم بكل سهوله. واللي مشترك عندي في القناه يلغي الاشتراك ويرجع يشترك من جديد، عشان اي فيديو انزله الاشعار بتاعه يجيله، لان كتير بيشتكوا بيقولوا الاشعار بتاع القناه ما عادش بيجي تاني. فاحسن حل ان انتوا تلغوا الاشتراك وترجعوا تشتركوا من جديد. طيب هندخل بقى عشان مش هطول عليكم الفيديو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهندخل على الفيديو بتاعنا النهاردة. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم هل تتنفس السلحفة من مؤخراتها؟ يعني السلحفة ممكن تتنفس من المؤخرة بتاعتها؟ الكلام ده بجد يا طنط نانا ولا لا؟ اه والله بجد. طيب ازاي طنط نانا؟ ده اللي انا هشرحه لكم في الفيديو بتاعنا النهاردة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا عندنا نوعين من السلاحف: البرية بانواعها والمائية بانواعها. المائية بقى اللي بتعيش في المياه العذبة او في المحيط. ايا كان كل واحدة ليها طريقة للتنفس. يعني مثلا السلاحف البرية بتتنفس من خلال الرئة، بتملى الرئة بالهواء عبر فتحات الأنف. مرور بالقصبة الهوائية، السلحفة بتقفل بقها عشان من خلال فتحات الأنف يدخل الهواء. بيمر بالقصبة الهوائية اللي هي بتبقى قريبة من القلب عشان توصل للرئة. تمام. طيب بنيجي بقى للسلحفة المائية. المائية برضو بتتنفس من الرئة، بس طبعا عشان الصدفة بتبقى قوية وبتبقى جامدة فما بتخليش الرئة تاخد يعني تاخد راحتها في عملية التنفس. فالسلاحف بتعمل ايه؟ بتتنفس من المؤخرة بتاعتها. اه والله كده زي ما بقول لكم. انا اصلا اللي خلاني اعمل لكم الفيديو ده ان بنوتي جت سالتني، قالت لي ماما ايه الحيوان اللي بيتنفس من المؤخره بتاعته؟ قلت لها السلحفاه. قالت لي بجد؟ قلت لها اه. فقالت لي طب ليه يا ماما ما بتعمليش فيديو وتقولي فيه المعلومه دي؟ يمكن ما فيش كتير عارف المعلومه دي، فعشان كده انا قلت اعمل لكم الفيديو ده، ويا رب الفيديو يفيدكم النهارده. تمام. طيب هنرجع تاني لموضوعنا. السلاحف المائيه بتتنفس من الرئة بتاعتها، بس بتيجي في مرحلة الثبات، لان طبعا هي في الثبات بتفضل نايمة في قاع البحر مثلا فترة طويلة، كذا شهر، ممكن 4 شهور، ممكن 5 شهور، على حسب يعني. بتستهلك طبعا كمية الأكسجين المتخزنة في الرئة. فطبعا السلحفة سبحان الله بتقدر ساعتها تتنفس من المؤخرة بتاعتها. طب ازاي طنط نانا؟ ملحوظة: هي ما بتستخدمش فتحة الشرج للتنفس، بس بتستخدم الفتحة اللي بتتبول منها واللي بتحط منها البيض، يعني اللي بتبيض منها واللي بتتبول منها. تمام. دي اللي بتستخدمها للتنفس. اوكي. طيب، وعلى فكرة العملية دي بتبقى متعبة جدا ومعقدة للغاية. يعني السلحفة بتسحب الجسم الأكسجين شهيقا، ثم خلال عملية انقباض جسمها بيحصل الزفير. في الوقت نفسه بتعتمد السلحفة على عملية اسمها التنفس المغلق، اللي هو سحب الأكسجين من مؤخرتها، ثم بتخرجه ثاني أكسيد الكربون من شرجها. تمام. الموضوع معقد شوية، بس سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، السلحفة بتقدر تتكيف وتكيف جسمها على البيئة اللي بتبقى محيطة بيها. عشان كده ان السلاحف من اكتر الحيوانات المعمرة على وجه الارض. لو احنا ما تدخلناش في طبيعة تربيتهم، او بمعنى اصح وفرنا لهم بيئة مناسبة تشبه لبيئتهم الطبيعية، سواء سلاحف مائية أو سلاحف برية، هنضمن تربية سليمة وهنحافظ على السلاحف من الانقراض. بحبكم في الله. يا رب الفيديو النهاردة يكون أفادكم، وإذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، وهستنى الكومنتات بتاعتكم وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديوهات بتاعتي، وكمان تقولوا لي ايه الفيديوهات اللي عايزيني اتكلم فيها.
بحبكم في الله، إذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد. باي باي.